قبل ما نبدأ الفيديو عايز أقول لك حاجة. لو أنت بنت لازم تكملي الفيديو ده لآخره. دي قصة بنتين، كيتي ونانسي، اللي شوية ولاد كانوا بيتحرشوا بيهم ويغتصبوهم قهر، لكنهم ما استسلموش وأخدوا ثأرهم من كل واحد فيهم واحد واحد. يلا نعرف إيه اللي حصل. في الأول بنتعرف على البنتين كيتي ونانسي. كانوا طالبات في كلية زراعة وكانوا رايحين يدرسوا في مزرعة في نيويورك. كانوا فرحانين قوي وخططوا يتسوقوا كمان. لو بتحب أفلام الأكشن والانتقام اشترك في القناة @Cinema Explained Arabic. إحنا بنبدأ. في اليوم التالي عمهم جيسون اللي هو عميل FBI جه ياخدهم. لما راحوا بيته قابلوا صاحبته اللي فرحت بيهم قوي. في المدينة الجديدة كيتي ونانسي قرروا يغيروا أسمائهم. كيتي سمت نفسها هيدر ونانسي سمت نفسها ريبي. في اليوم اللي بعده جيسون وداهم لمحطة الأتوبيس عشان يروحوا المزرعة. كيتي قالت له يمشي ووعدت تكتب له لما يوصلوا. جيسون طلب منهم يستخدموا كود عشان يعرف إنهم آمنين. كيتي قالت هتستخدم كلمة A، بس جيسون قال لهم يغيروا الحرف كل مرة. في الوقت ده 2 ولد كانوا راكبين عربية وشافوا كيتي ونانسي. بعد ما جيسون مشى البنتين راحوا مطعم يشربوا قهوة. الولاد دول جاد ولوكاس دخلوا المطعم وبدأوا يكلموهم. كيتي ونانسي قالوا لهم إنهم رايحين مزرعة. جاد قال لهم إنهم رايحين نفس الناحية ويعرض يوصلوهم. كيتي رفضت بس نانسي أقنعتها. الولاد ما ودوهمش المزرعة، ودوهم بيتهم اللي جنب الغابة. البنتين خافوا وطعبوا يودوهم المزرعة. ساعتها جاد ولوكاس طلعت من البيت. قالت للبنتين بلطف يشربوا شاي ووعدتهم إن الولاد يودوهم المزرعة بعد كده. وهم بيشربوا الشاي كيتي جاتها رسالة من جيسون. ردت بكلمة أبل عشان يفتكر إنهم وصلوا المزرعة بأمان، بس الأكل اللي أمهم ادته لهم كان فيه مخدرات. كيتي ونانسي بدأوا يحسوا بدوخة وفهموا إن في حاجة غلط. حاولوا يهربوا بس وقعوا مغمى عليهم. الولاد رجعوهم جوه البيت. في اليوم التالي لما فاقوا لقوا نفسهم في الغابة مربوطين بسلاسل حديد. اترعبوا وبدأوا يصرخوا ويستغيثوا. جد جه وقال لهم إنهم في مكان محدش هيسمعهم فيه. بعد شوية راجل اسمه بوريس جه وراهم تليفون كاتي وسألهم عن كلمة أبل. كاتي شرحت إنه كود معناه إنهم بخير. بوريس بعت لجيسون رسالة إنهم بيستمروا وكل حاجة تمام. بعد كده الولاد أجبروهم يغتسلوا قدام الناس كلها. في اللحظة دي ضابط شرطة اسمه الشريف جه هناك. كاتي ونانسي بدأوا يتوسلوا له يساعدهم، بس طلع إنه متفق مع جاد ولوكاس. البنتين يئسوا. كاتي ونانسي توسلوا يسيبوهم ووعدوا ما يكلموش حد، بس الضابط ما سمعش كلامهم. شرب بيرة واختار كاتي لنفسه. بعدين شفناه وهو طالع من الحاوية مع كاتي واتضح إنه اغتصبها. في الوقت ده جيسون بدأ يقلق لأن كاتي استخدمت كلمة أبل مرتين. في الوقت ده بعتوا لكيتي في الحاوية واحد مدمن غريب، كان بيكوي بطنها بسجاير حامية وكيتي كانت بتصرخ من الألم. بعدين اغتصبها هو كمان. الناس دي تعدوا كل الحدود وخلوا كيتي ونانسي يشتغلوا في الدعارة قهر. جيسون كلم المزرعة في نيويورك وعرف إن البنتين مجوش هناك أصلاً. فهم إنهم في مشكلة كبيرة وطلع يدور عليهم طول. أما كيتي ونانسي فكانوا بيمروا بأسوأ حاجة في حياتهم. قبل ما الزبون الجديد يجي جاد ولوكاس لبسوا البنتين ماسكات. الزبون كمان لبس ماسك حلوف. وروهم وشوش البنتين وهم اترعبوا أكتر. الراجل اللي لابس الماسك اختار نانسي واغتصبها في الحاوية. بعد ما مشى كيتي راحت لنانسي ولقيتها في حالة صعبة قوي. في الوقت ده جيسون رجع اسم الشرطة وقابل نفس الضابط اللي اغتصب كيتي. جيسون عرف نفسه إنه عميل FBI وحكاله عن الخطف. الضابط سأله هو عرف منين إنهم اتخطفت. جيسون شرح إنه طلب من بنت أخته تستخدم كود، وكيتي استخدمت نفس الكود مرتين. الضابط بلغ بوريس بالكلام ده. بوريس قال لجد إن لازم يتخلصوا من كيتي ونانسي بسرعة وإلا هيبقى في مشاكل، وكمان قال إنه لازم يمسكوا بنات جديدة من المدينة. كيتي كانت واقفة قدام الحاوية وبتسمع كلامهم من بعيد. بعدين بوريس راح لحاوية كيتي واغتصبها. جيسون في الوقت ده وصل للمطعم اللي شافوا البنتين فيه آخر مرة. واحد شغال هناك حكى على عربية بوريس. في اليوم اللي بعده كيتي قالت لنانسي إنهم بيخططوا يقتلوهم. ساعتها جاد وبوريس جابوا نفس المدمن اللي اغتصب كيتي. قالوا له يفضل معاهم ويشوفهم ما يهربوش. بمجرد ما مشيوا كيتي غوت المدمن وخلته يقرب منها.
لما قرب منه عضت رقبته بقوة، الدم نزف من رقبته ومات على طول. البنتين فكوا نفسهم من الأصفاد واختبأوا. لما الضابط جه سرقوا عربيته وهربوا. راحوا مول واشتروا حاجات غريبة، شواكيش، مسامير كتير، كور تنس وأسلحة خطيرة. بعدين سألوا الكاشير عن عنوان بوريس. في نفس الوقت جيسون راح شركة تأمين وعرف عنوان بوريس. بوريس كان في بيته بيسمع مزيكا وبيستمتع. فجأة كاتي ونانسي ظهروا، حطوا مسامير في كور التنس وضربوا بيها وش بوريس ووقع مغمى عليه. لما فاق لقى نفسه مربوط على ترابيزة. بوريس عرض عليهم فلوس كتير عشان يسيبوه، بس كاتي ونانسي كانوا عايزين ينتقموا. عمهم جيسون كمان وصل قدام بيت بوريس. جوه البيت كاتي ونانسي عرفوا من بوريس عنوان الراجل صاحب الماسك. بعدين حطوا في بقه قنبلة كورة بيسبول فيها مسامير. جيسون سمع صراخ بوريس ودخل البيت بسرعة. شاف بوريس ميت، وبعدين سمع صوت عربية من ورا. كاتي ونانسي كانوا مشيوا. جيسون رجع قسم الشرطة وبدأ يسأل الضابط تاني. كلم كيتي، اكتشف إن تليفونها عند الضابط. قبل ما يعمل حاجة الضابط حط المسدس في ظهره. في الوقت ده كيتي ونانسي راحوا كنيسة. عرفوا إن الراجل صاحب ماسك الحلوف هو قسيس الكنيسة. نانسي قربت له بالبات وكيتي ضربته من ورا ووقعوه مغمى عليه. ربطوه في العربية وجروه في البلد كلها. بعدين اشتروا بنزين وكبريت، حرقوه وهو عايش. في الوقت ده الضابط كان مسيب جيسون في الحجز. بعدين جاب بنتين جديدين خطفهم. لما بدأ يغتصبهم كيتي ونانسي ظهروا من ورا وضربوه على دماغه بالبات. لما فاق لقى نفسه مربوط على كرسي. بدأ يستعطفهم. كيتي حطت رصاصة واحدة في المسدس وكل واحد فيهم أطلق عليه. كل الطلقات أخطأته فابتسم، بس آخر طلقة من كيتي قتلته. كيتي ونانسي حرروا البنتين وطلبوا منهم يحلوا جيسون ومشيوا. البنتين حكوا لجيسون إن دول اللي حرروهم. جيسون فهم كل حاجة. في الوقت ده بنشوف أم جاد ولوكاس كانت بتسكر، وفجأة دابت وقعت مغمى عليها. لما فاقت لقت نفسها مربوطة على كرسي في البدروم، وجاد مربوط قدامها. كيتي ونانسي ضربوا جاد قدام أمه بالبات وبعدين قتلوه. أمه كانت بتعيط. بعدين خدوها عند لوكاس، ادوا لوكاس البات وأمروه يقتل أمه وهددوه يقتلوه لو رفض. لوكاس ما قدرش ونانسي قتلته. بعدين مسحت الفردة وحطتها في إيد لوكاس عشان البوليس يفتكروا إنهم اقتتلوا. الأم استعطفتهم وعرضت فلوس. كيتي ونانسي ضحكوا بس، وبعدين كيتي قطعت راسها بمنشار. بعد كام يوم جيسون راح بيتهم. كيتي ونانسي كانوا رايحين المزرعة في نيويورك تاني مع عمهم. أخيراً وصلوا المزرعة. الفيلم خلص. أصدقائي، أتمنى إن القصة عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة سينما إكسبليند أرابيك. هنتقابل قريب مع قصة جديدة ومشوقة.